زهري عامل نور. لو فيك الصفات دي والطاقة دي متواجدة فيك كمل الفيديو ومش صدفة يوصلك. أكيد رسالة من الله عز وجل على يد العبدة الفقيرة لوجه الله. اللي أشعر به حاليا وأبشر، لأن فعلا الرسائل بسم الله ما شاء الله، ودعوت الله دوما إني ربنا يجعلني دايما أبشر الناس بكل ما يسرهم وكل خير وفرح، وأكون دايما سبب سرور ووش خير وسعادة لمن يعرفني أو من يتبشر بي أو يسمع صوتي. وفعلا الحمد لله ربنا من عليا بالنعمة دي. فالناس اللي داخلة هنا ناس محبوبة. لو فيك الصفات دي اعرف ان الفيديو ده ليك ومش صدفة يظهر لك الفيديو. زهري عامل نور روحاني رباني، والله ثم والله وبعد قسم بالله، ويعلم الله دائما وكل المقربين لي بصدق كلامي، ولا أقول إلا الصدق بفضل الله ونعمه عليا. اللي أشعر بهم حاليا ناس محبوبة، ناس محبوبة في المجتمع. ودايما أقول الناس اللي داخلة القناة هنا أو الفيديوهات بتاعتي وبشعر بتواجدهم إن ناس ليها حضور وليها ليها بصمة في الحياة وليها عمل. ناس فعالة، ناس لهم أعمال خاصة بيهم، معروفين ومسؤولين، يوتيوبرات كبار أشعر بيهم طبعا. حياكم الله جميعا كل اللي أعرفهم واللي داخلين لسه ما توصلوش بيا، حياكم الله وأشعر بطاقتكم. في ناس كتيرة جدا جدا داخلة هنا مسؤولة، وأبشروا بمنصب بفضل الله ونعمه. الناس الطاقات اللي أشعر بيها غير حب الناس ليها. في حالة بقى كده جايالكوا هدوء بفضل الله. رمضان ده والعيد ده انتوا حاسين بنضوج. اي نعم السن لا صغير قوي ولا كبير قوي، بس عمالين تحمدوا الله، عمالين تقولوا الحمد لله الحمد لله. جايلكوا حالة من الرضا يا رب دايما، جايلكوا حالة من طمأنينة القلب، دائمين على آية الكرسي وآية النور وبعض الصور القصيرة الجميلة اللي فعلا بتحسوا ان هي بتحيي روحكم. محبين لذكر الله والصلاة على حضرة رسول الله والصلاة الإبراهيمية. وزي ما بقول لكم من كتر الأرواح الجميلة اللي حواليكم واللي تملكوها بفضل الله، يا روحاني يا رباني يا زهري استقبل البشرى. جايلكوا حالة من هدوء تام، وتقولوا احنا كده بقى جسمنا ارتاح. حاسين ان جسمكم مرتاح حتى لو بتاكلوا وتحس ان انتوا عايزين تريحوا. يا روحانياتكم الجميلة اللي عايزة جسمكم يرتاح عشان تستعدوا بالتفكير ومخكم شغال شغال شغال. تقولوا بقى احنا الاعمال اللي احنا عمالين نفكر فيها بفضل الله ونعمه كفاية بقى كده، وعايزين نقوم ننفذها. عايزين عندكم طاقة من الشغل وطاقة ايجابية مخليه روحكم ومخليه اجسامكم ومخليه عقولكم كلها بتفكر نروح ازاي نحقق النجاح اللي احنا حاسين بيه ده. عندكم تفاؤل رهيب، ابشروا. عندكم حاله من الطمأنينه. في ناس عايزه توصل امانات لناس هتجري وتوصلها، وفي ناس منتظره مبالغ من ناس، ابشروا لانها جايه وفي الطريق. في ناس بقى زي كده طلعت السبحه تمام. الدعاء لأبي رحمه الله، وهقول لكم تفسير ده ايه. ولا تنسوني من الدعاء، ولا تنسوا الدعاء لكل غالي فقد عندكم، بياخد لحظات انما عند المتوفي بينتظرها. دي سبحة ابي رحمه الله. تيجي تطلعي السبحة او تطلع السبحة يا اخي الكريم حياكم الله دون استثناء لاحد عشان ما انساش حد من احبابي. لقوا خيط زي كده، فتل زي كده بالطريقة دي،
فكل اللي هتعمله عادي جدا، يعني انتوا حواليكم ملائكة وحواليكم أرواح طيبة شفائية، وانتوا تشعروا بهذا. كل اللي هتقولوه اهي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء والسميع العليم، وهتفكوا الفتل دي بكل سهولة عادي خالص. اللي هتلاقوا بقى شعرها حاسة ان هي اتعقد مرة واحدة. العلامات دي قولولي واكتبوا، ان روحان الرباني الحقيقي والزهري عنده لغة الكتابة دي عالية جدا، زي الثقافة، زي علو الروح الشفافة، وبيحب يفيد غيره. هتقولي ده حصل. لا اما الطرحة بتاعتها الشراشيب اتعقدت، لا اما هتلاقي حاجة اتعقدت بالطريقة دي. هي هتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فقط. هتلاقي كل حاجة اتفكت معاكي وبقت زي الفل. وابشروا منطقات شفاء كبيرة جدا قسما بربي. الفيديو ده عقبال ما تكملوه والله اعلى واعلم المدة بتاعته، لاني ببتدي دون تحضير رسائل ربانية روحانية جايالي من عند الله، وما على الرسول الا البلاغ. عبدة فقيرة الى وجه الله ببلغ رسالتي لجميع الروحانيين الزهريين. وابشر يا روحاني يا رباني يا زهري يا عامل نور يا بعض من بذور النجوم، حياكم الله جميعا. بتكملة الفيديو وطاقة الشفاء لنهاية الفيديو هتعدي فوق الحاجة و90%، ولو عايزين نسبة 97.5% قسما بالله. شفاء تام من حاجات كتير أو عارض كتير أو كان موجود عندكم ده بالفعل. والشرقة اللي جات لي دي لأن في ناس فعلا داخلة على أساس إن هي بتحضر ومعاهم علوم جان ومعاهم تشكيك، والقناة واصلة لهم وبحثوا فيها ولقوا ده حرق تام للمتسلطين عليهم أو للي بيقيموا عليهم الربط والعياذ بالله. القناة كلها مش ليكوا ولا الفيديو ده ليكوا، ده تحذير من الروحانيين الربانيين والزهريين. توبوا إلى الله واستغفروا لعلها ساعة استجابة. وكل اللي ربطت لهم واخدتوا خصل قدامكم في خصل واخدينها من شعر ناس او ناس جايبه لكم خصل تأذوهم، توبوا الى الله واستغفروا، لان معاكم اطفال ومعاكم نور عينكم. صدقوني مجرد ما تعملوا الحاجة اللي في نيتكم دي للناس، وناس واخدة قصاقيس قماش لناس والعياذ بالله، وصلت لك الطاقة دي او وصلت لك، اكتبولي وما تعملوش الحاجة دي، لان في ساعتها هينقلب عليكم، ربنا هياخد منكم اعز ما ليكم. فدي رسالة برضو وصلتني حاليا. عبد الرحمن وناس كتيرة جدا جدا جدا. فتوبوا إلى الله واستغفروا لعلها توبة نصوحة. والاستغفار بغير الأقدار. بس كل حد أذيتوه بالطريقة دي أنا عارفة فكركم هيفتكر مين ولا مين. اللي تفتكروه الحقوا بأمانة والله، اجتهدوا على الموضوع ده قبل ما تقابلوا وجه كريم، وفكوا للناس دي الأذية اللي انتوا أذيتها لهم في الأعطال وفي المدافن وفي وقف حال ووقف زواج لناس وفقر الناس والعياذ بالله. ففكوا الحاجات دي وصدقوني ربنا بيقبل التوبة. والزهريين عندهم طاقات شفاء عالية جدا لمن حولهم، ويعرفوا يعني ايه اللي احنا بنتكلم عليهم. اولا كده هنبدأ الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم، ولو فيك الصفات دي كمل معايا اخي او اختي الكريمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الاصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وافضل الخليقة الانسانية واشرف الصور الجسمانية ومعادن الاسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الاصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
وصفت لناس كتيرة الطاقة اللي بشعر بيها، حالة هدوء، حالة جهد وبذل جامد جدا. عايزين تقوموا تشوفوا أشغال وعندكم مشاريع عايزين تكملوها، ناس هيتعرض عليكم شغل وناس هتيجي من سفر. وأبشروا أبشروا أبشروا بشفاء من حد كان ساحل لكم عن طريق الشعر أو حاجة كنتوا بتربطوها على راسكم، إذا كان راجل أو سيدة، في يتاخد منه طاقية بيلبسها بتاعت أبهاتنا أهل الدعوة. يعني والدي رحمه الله كان يبلغ من العمر فوق 71 عاما وكان من أهل الدعوة، كان لهم طاقية بتتلبس. انتوا أكيد عارفين الحاجة دي، أو ربطة ناس خارج مصر بيربطوا حاجة زي العمة، زي حاجة قفطان على الرأس من فوق. وأشعر بطاقة مغاربة طبعا، وإمارات، سعودية، كل الدول العربية دي أشعر بيهم جامد جدا جدا جدا. في ناس فعلا كانت مأذية، كانت، وأكد إنها كانت، وراحت بفضل الله ونوره واجتهادكم طول الشهر الكريم والدعاء لله جعلها دعوة مستجابة. وأبشر يا روحاني يا رباني. أيوة، كل اللي بيشوف الفيديو هنا ليه رسالة، وهو إنك أنت أو أنتي خدوها على حسب الموجودين، مرشد روحاني رباني حقيقي بفضل الله ونعمه. وانتوا حسيتوا بالحاجة دي وبقيتوا ما شاء الله مشتغلين على الموضوع ده. هتقولي لي ازاي يا مدام صابرين؟ هقولك يا اخي الكريم، لوحدكم لقيتوا اطفال تعبانين مسكتوا ميه معدنيه او ميه زمزم قرأتوا فيها وسقيتوا من فضل الله، ولقيتوا اللي قدامكم حالته تحسن. ناس قالوا احنا تعبانين من كذا كذا، فقلت وصفة اعملي 1 2 3 4، وكل ده هيروح بأمر الله. بقيتوا قاعدين في مجلس أسري في العيد، وقاعدين وسط أسرة وسط عائلة وسط أصدقاء، وحولتوا المجلس اللي كان فيه مشاجرة أو فيه شحنات من بعض ونقل كلام لعالم من الروح. واكتبوا لي اذا كان ده حصل ولا لا. اخي او اختي الكريمه، والله ثم والله اشعر بملائكه تطوف، واشعر اقول ايه يعني، انا ذكرت حور في الفيديو من الفيديوهات السابقه، واحد الاخوات الفاضلات احبك في الله قالت لي احنا ربنا رزقنا بحور مولوده لبنت اختي او بنت اخي، مش متذكره ايه بالظبط، وسميناها حور. فشعرت بطاقة فعلا ملائكة كتيرة، وشعرت بطاقة حاجات جميلة روحانية ربانية، وأظن انتوا شعرتوا بنفس الطاقة الحمد لله وفضله. ودي دليل كبير جدا على الشفاء اللي انتوا فيه وعلى الروحانيات الجميلة المتقاربة. لاحظتوا جدا تواجد اليمام، بقيت ودنكم تسمع العصافير واليمام، وبقيت تقولوا ده صوت كروان قريب. فعلا حاجات نادرة، في منكم اللي شافها وفي من اللي سمع أصواتها. لاحظتوا بتواجد إذا كان قطط، إذا كان كده جاية تاكل معاكم. كنتوا قاعدين في مجلس اللي هو قاعدة عائلية أو أسرية، معرفش هو اجتماع، وحولتوا المشاجرات وكده لذكر الله وكلمات الله، وبقى المكان يفوح بروائح وذكر الله. كل اللي قاعد بقى يذكر الله بسبب تواجدك انت او انت يا روحانية يا ربانية يا زهرية. اكملي الدعوة في سبيل الله. انتوا ليكوا رسالة، وهو ارشاد لمن حولكم بالعلم اللي انتوا تعرفوه. حتى لو تقولي ده حاجة بسيطة هتزيد مع الايام، هتلاقي نفسك بتجتهد، هتلاقي لسانك ربنا انطقه زي ما لسان اختكم اللي هو انا والعياذ بالله من قول انا بنطق الكلمات الجميلة والرسائل اللي بتجيلي من عند الله. ولما اجي اتكلم عن زهري عامل نور روحاني رباني حقيقي، الروحانيات اللي هي بتبقى في القبر، اللي هو العمل الصالح، اللي الناس اللي بتخاف ربنا وتخشاه، الناس اللي عندها استحياء رهيب من ناس هنا سيدات ورجال، والله العظيم اشعر بيهم، وسنا مش حاجة قليلة ولا كبار قوي، وعندهم حياء مش موجود في ناس صغيرة، بيستحوا. وده خشوع وخجل من الله عز وجل والملائكة والأرواح الطيبة اللي حواليكم.
الشفائية المعالجة لمن حولكم. انتوا نور على الأرض. أكملوا الرسالة وأكملوا الصور الجميلة اللي بتقرأوها يوميا، وأذكار الصباح والمساء والصلاة. اللي داخل هنا على الروحانيات يقولك تحضير جان والعياذ بالله أو والله بكره كلمة. طبعا احنا المصحف الشريف مليان صور كريمة، وكل صور فيها ملائكة لورانية. وأكره كلمة خدام. خدام تتقال لما تسخروا جان والعياذ بالله، لأنكم تبقوا خدام لي. هتقولي بقى ده جان مسلم وبيساعدنا على الشفاء وشفاء من حولنا. لا، بيحكم عليكم. الروحاني الرباني اللي أختكم الكريمة بتذكره هي روحانيات من عند الله، نورهم من عند الله، شفاؤهم من عند الله. لا محتاجين جان ولا محتاجين أي حاجة من عالم آخر. الروحانيات دي هي اللي جات لهم، مش هم اللي بحثوا عنها. وهم بيبقوا وارثين من أبوين صالحين، جدود صالحين، وهم أهل الدعوة، وأخلاقهم وأطباعهم من أولياء الله الصالحين فعلا. ناس دي ملوك على الأرض، عندهم عفة، عندهم خوف من المولى، عندهم علم في جميع علوم في جميع الأشياء، وهم علمهم من عند الله، طاقات شفائية من عند الله. هتقولي بسخر، دخلتي بقى في عالم تاني، وهو ده معظم اللي داخل برضو مفكر ان هو ده الحل، ان تعالوا ورد معين وحضروا واطفوا النور وشغلي شمعة وسخري أرواح، والله هيحكم عليكم تصوموا، وهيحكم عليكم حاجات كتيرة جدا، هتنفذي طلب وهينفذ طلبك. وكل ده بريء منك في قبرك، ومسؤولة على اللي بقوله ده، وعارفة قد ايه الكلام اللي بقوله بيهز الدنيا. والمجال ده ناس بتتواصل معايا تقول لي كده مش عارفين ناكل عيش وكده. والله انا بقول الامانة اللي خلقت عشانها، والرزق بتاع المولى. قناة زي كده كبرت بعائلة روحية ربانية حقيقية، على عيني وراسي. كل دعوة لأبي وليا ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا. الرزق اللي بيجي، الناس اللي بتدعم القناة عن طريق انتساب، عن طريق سناب شات، عن كل الحاجات دي في ميزان حسناتكم وقائمة الحمد لله. اللي بقدر أرفعه برفعه الحمد لله، مش بقدر لما ربنا بيكرمني بشحن وبطلع الفيديوهات. من ساعة ما عملت القناة بفضل الله ونعمه، كل المقربين ليا عارفة ان عمري ما بجري على المال، بسعى للمال لحاجة واحدة، اني اطلع بالعلم ده النافع للناس. طاقات الشفاء اللي بيبقى اطفال وامهات داخلين لهنا، وهتلاقوا على المنتدى الرسايل دي، كانت البنات مش بتنطق، وكانت قاعدة وتلف على الدكاترة، وقلت لها بنتك اشعر ان فيها 1 2 3، ونطقت ماما وبابا بفضل الله. والتعب كان تعب روحي. الناس اللي داخله هنا زهريه وناس عمال نور عارفين يعني ايه اللي بقوله، لانهم لامسينه بايديهم. وفي ناس اعلى مني هنا علم وتدين بفضل الله، اعلى مني تدين، لان هم دارسين فقه وشريعه، وعندهم تمكين لشفاء من حولهم فعلا عن طريق القراءه عليهم وبدون اذيه. يعني ايه؟ ومش مفضل. وهقول لك برضو الكلمه دي، او اخي الكريم الكلمه دي، لان الجسد بيتعب جدا من الرقيه او الشفاء المباشر لمن حوله. اللي يقدر على المهمه دي بيبقى جزاه الله خير الجزاء. يعني الزهري الرباني الحقيقي بيبقى شفاؤه من بعد، بمجرد ما قعد في مكان بيمتص فعلا كل الطاقات السلبيه المتواجده، مش محتاج يقرأ على حد، بيشعر بمن حوله من بعد. اهو الحمد لله بفضله ونعمه، وهذا من فضل ربي، بشعر بتعب اللي موجود وحالاته بدون ما اعرفك وجه الوجه، والحمد لله، وهذا من فضل ربي. كملوا الطريق، لان انتوا لمستوا ان انتوا مرشدين روحانيين، والوعي زاد عندكم. وقلت وهقول تاني، هتقعدوا لتسخير حاجات زي دي هتقلب عليكم، جسدكم هيتعب، هيحصل حاجات كتيرة. زي ما تأمريهم هيأمروكي. قد الحاجات دي امشي فيها، قدها اخي الكريم امشي فيها. وفي الاخر
مش هينفع ده كله. انا بتكلم عن روحانيات. اعوذ بالله من قول انا عملك او عملك الصالح في قبرك. اقرب ما ليك او ليكي نفسك عايزاكي تبقي في الهلاك. قرينك او قرينك اخي الكريم عايزك في الهلاك. لما اكون مش مؤهلة او اعرف يعني ايه علوم الروحانية الربانية الحقيقية، وابقى متمكنة يعني ايه هالتي، تبقى قادرة انها تمتص الطاقات اللي حواليها، وازاي انظف الطاقة بتاعتي، يبقى انا بهلك حالي. وهنا ربنا هيسألني. فلازم يبقى الجسم متعافي، الجسم قوي. الرسائل اللي جالي هنا ان في ناس فعلا بفضل الله ونعمه ربنا اكرمها واتم نعمته عليها، وبقت مرشدة روحانية لمن حولها، والناس هتهتدي وهتغير ثقافات ناس كتيرة جدا. اذا كنت رجل او سيدة خدوها زي ما انتم بتشوفوا. في ناس هنا شافت ارقام 1 و101 وقلت 11,000 الفيديو اللي فات، وانكم توصلوا للدرجة دي مش حاجة سهلة. ده جهد وتعب وتواصل وعلو وصحوات وتحمل وصبر وحمد لله وشكر ونوره، وبقيتوا تشوفوا الارقام دي. فرقم 111 رقم ده معناه التوحيد، الاستقلال، الانفراد والثقة بالله. وان كنت تمر بفترات صعبة معناها خد اسم الجلالة الله كورد. الله 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 الله، خدوه كورد. ومعناه آخر إني لو في الوقت ده بسأل سؤال بآه أو لأ ما بيني خيارين وشفت الرقم ده قدامي، يبقى إرشاد الروحي بتاعي أو الصوت الداخلي بتاعي اللي بيدلني على الحاجة كذا هو ده الصح. والله انتوا أصحاب دعوة على الأرض. في ناس كتيرة شعرت بالموضوع ده، في ناس حست بتواجد الحمام، حست بتواجد طاقات شفاء، في ناس شافت ريش، في ناس شافت فعلا عملات ريش موجود في أماكن مش متواجدة. بصوا للسحاب شافوا رسائل جات لهم. ناس كتيرة جدا هنا واكتبوا لي عندهم أحباب متوفين، إذا كان الجد أو الأب